بعنوان هتضرب هنضرب. اوعى تفتكر ان رد فعل النادي الاهلي بس خلص على زيزو والونش. بالنسبه للونش صحيح في لعيب رايح بكره السفاره الامريكيه الساعه 9 صباحا، يا ريت كلنا نكون في انتظاره ان شاء الله. ضحك للركب، وكمان في للاسف قله ادب في مباراه الزمالك وخروجهم المهين من كاس الكونفدراليه. لايك يا بيه واشتراك في القناه وفعل زر الجرس وتعالى يا باشا. ولما تيجي تشوف تصريحات مرتضى منصور على الخروج المهين لنادي الزمالك وبيقول لك الصعاليك والدلاديل ودلاديل ممدوح عباس والليله والقصه وعمرو الجنايني وحسين لبيب، دلاديل خربتوا النادي وابنه امير مرتضى، تعرف كويس قوي ان عوده مرتضى منصور للزمالك قريبه جدا وجدا. هو مسلسل، خد بالك والله هو مسلسل. مرتضى منصور في نادي الزمالك بيخش الزمالك ويخرج من الزمالك من وانا يمكن في 2002، من بدايه ما بدات افهم يعني ايه كوره. فهي قصه لن ولم تنتهي. مرتضى منصور لا ينتهي، مستر اكس لا ينتهي. اما بقى قصه الونش، فخليني اقول لك ان الونش المفروض كان فيه قعده النهارده وخدوه من قفاه كده عشان يروح مع حسين لبيب بيته يجدد التعاقد، لكن اللاعب رفض وقفل تليفونه. بالمناسبة غششك، اللعيب اللي رايح بكرة يطلع تأشيرة أمريكا هو الونش. كان نفسي والله تشوف منظر ميدو في المدرجات والناس كلها بتقول له فين الشيكات يا ميدو، فين الشيكات، والبوديجاردات واقفين حواليه وعمالين يخبوه من الجماهير، والجماهير هتاكله حرفيا. ما هي دي برضو آخرة فتحة الصدر يا باشا، ما انت كنت فاتح صدرك كتير قوي وجامد قوي ومعايا شيكات ممضية ومفتوحة واجيب بيها كل لعيبة الأهلي. عملت ايه؟ ما هو اللي بيتكلم كتير في الاخر ما بيعملش حاجه. تعال بقى للخروج المهم لنادي الزمالك من الكونفدراليه 1-0 على ارضه وسط جماهيره في صدمه وذهول. بس خليني اقول لك يستاهلوا. هو انت ما شفتش قله الادب طول المباراه على كابتن محمود الخطيب واحمد السيد زيزو وابو زيزو؟ سب جماعي علني من كل جماهير نادي الزمالك، أسوأ الألفاظ اللي ممكن تسمعها في حياتك على الونش. حتى كابتن محمود الخطيب، وبالمناسبة كابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي قدموا شكوى للاتحاد الأفريقي، وأظن كده الشكوى دي على الأقل هيكون فيها إيقاف 4 مباريات لعب بدون جمهور، كمان بالإضافة لمباراتين خارج ملعبك. طبعا ده في الكونفدرالية إن شاء الله السنة الجاية. انتوا أكيد مش هتشموا دوري الأبطال تاني بقى، خلاص بقى انتوا بيراميدز خد مكانكم وانتوا بيراميدز 1، فهنيئا لكم. المركز الثالث في الدوري يناديكم يا فندم. ما هو مش عدل ومستحيل بعد كل السفالة وقلة الأدب دي إن فريق جمهوره بيسفل وبيشتم وبيقل أدبه على كل الناس إن في الآخر فريقه يكسب. مستحيل طبعا. خد بالك ده جمهور الصفوة اللي دايما بيقول لك إحنا جمهورنا جمهور الصفوة اللي فاتحيننا بره وجوه. أما بقى النادي الأهلي نادي الملوك، الدنيا بص ماشية فيه بهدوء وبحلاوة وبجمال وبسلاسة، مفيش أي كلام، مفيش أي تعليقات لا على زيزو ولا على الونش ولا على اي بتنجان. كل الدنيا قاعده بص، كله قاعد مستقنيس ما بيتكلمش، مفيش تعليقات. البعثه رجعت النهارده بالسلامه الحمد لله. عندك ماتش بيراميدز في الدوري يوم السبت اللي جاي وحكام اجانب، حكم هولندي حكم مباراه الاهلي وبيراميدز اسمه داني مايكلي، من حكام الصفوه في اوروبا، وحكم في دوري الابطال كتير وحكم في الدوري الاوروبي وفي كاس العالم للانديه، وحد محترم جدا جدا. فمن ناحيه الحكام ما تقلقش خالص في مباراه بيراميدز. اما الاخ مارسيل كولر فاحب اقول لك ان فتحته زي ما انا قلت لك قبل كده اتقرت داخل النادي الاهلي. مشواره مع النادي الاهلي خلص بعد مباراه بيراميدز ايا كانت النتيجه. انا بقول لك هو من دلوقتي هيتم اقاله مارسيل كولر وتعيين، وبيتم حاليا تجهيز بديل مارسيل كولر اللي هو اتمنى يا رب يكون يا اما فايلر او كيروش. كل التفاصيل معايا باذن الله، واي مستجدات هتلاقيني بطلع لك اول واحد. سلام.